السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا فكره حلوه جدا جديده. يلا بينا نشوف الخطوات مع بعض. اول حاجه بنجيبها، لو عندك اي سي دي قديم هتجيبيه، وهتجيبي فوم، وهنبدا نحدد الدايره بتاعه السي دي حوالين الفوم كده زي ما انتم شايفين. بعد ما حددتها هتني الفوم علشان انا عايزه دايرتين من الفوم. طبعا اختيار الالوان راجع ليكي. فكره حلوه جدا وعمليه، وتنفع فكره مشروع سهل وبسيط ومش مكلف خالص. فكره ان طبعا الدبابيس بتاعه الطرح بتبقى طبعا ما انتيش عارفه تلميها في ايه، يعني ممكن لو في علبه برضو مش عمليه هتفضلي تفتحي وتقفلي العلبه. لا، انا معانا فكره النهارده جديده وحصريه جدا على قناتي. الفكره دي من ابتكاري، فنشوف مع بعض. بعد ما قصيت الدايرتين هبدا ان انا الزقهم على السي دي بالشكل ده من ورا ومن قدام. وبعد كده هبدا ان انا طبعا في فراغات ما بين الفوم اللي فوق واللي تحت، هبدا ان انا احط الشمع زي ما انتم شايفين، وهلزق الفراغات دي كويس، هقفلها كده من على الحرف. وطبعا يا جماعه الشمع بيلزق كويس جدا الفوم مع بعضه، يعني مجرد ما خلاص، لان هو السخونيه بتاعت الشمع بتخلي الفوم اوريدي بيسيح في بعضه مع اللزق، فخلاص يعني مش هيطلع ولا هيفك بعد كده. كمان الحلو جدا في الفكرة دي ان اتوسخت مثلا هي الفكرة اللي معانا دي، سهل جدا ان انت تغسليها. هتلمي لك كمية كبيرة جدا من الدبابيس بكل انواعها واشكالها. بعد ما قفلنا الدايرة كده حوالين السي دي، عندي الاستراس ده طبعا موجود ومعروف. انا قصيت منه خط خالص رفيع، هيديله منظر حلو جدا على الحرف بتاع الدايرة اللي انا عملتها دي. او زي ما انتم شايفين منها برضو ان انا هداري الفرق، وهتدي منظر حلو كمان بالشكل ده. هلفها حوالين الدايره بتاعتي كلها. طبعا فكره ان السي دي بحيث ان هو انا بعمل قاعده، يعني قاعده ثابته، يعني اسهل واحسن من الكرتون. وطبعا الفوم حلو جدا وعملي، بيتغسل ما بيجرالوش اي حاجه. بعد كده هجيب اي قطعه قماش عندي، وهبدا ان انا برضو احدد عليها نفس مقاس الدايره اللي انا عملتها بالسي دي، وهرجع اقصها. هقص منها 5 وحدات، يعني 5 دواير زي ما انتم شايفين. ادي كده هما 5. بعد كده انت لو عندك الفايبر ده، الفايبر اللي بيبقى في المخدات او سفنج، فانا بفضل الفايبر، لان طبعا الدبابيس هتبقى سهل جدا ان هي تخش فيه، واسهل من السفنج كمان، هيبقى ناشف شويه في الفكره بتاعتنا. باخد كل دايره كده وببدا ان انا اسرج من على الحرف بتاعها سراجه بسيطه جدا، داير ما يدور حوالين الحرف بتاع الدايره اللي هي القماش دي. وقبل ما اشد بحيث ان انا اعمل زي ايه، يعني زي طبق كده. وبعدين هرجع احط فيها قطعه الفايبر الصغيره دي، او على حسب المقاس اللي قدامي زي ما انتم شايفين. اهو باخد حته الفايبر، وببدا ان انا احطها جوه الدايره اللي انا عملتها دي، وابدا اشد الخيط السراجه ده، واشده كويس جدا، وابدا اثبته من كل جنب، بحيث ان طبعا الفايبر ما يقعش او يفك مني تاني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. فكره سهله جدا، ويا جماعه عمليه جدا جدا بالنسبه لفكره ان هي تلم الدبابيس. تاني حاجه طبعا انت ممكن تختاري القماش كده يا جماعه بعد ما قفلتهم ال5. الفكرة ان ممكن طبعا دي لما تحط على التسريحة طبعا هيبقى شكلها حلو جدا على التسريحة. بتختاري اي الوان عندك من القماش بحيث ان هي تليق عندك على الأوضة بتاعتك. عملت دايرة اللي هي اللون البرتقاني دي، نفس الفكرة برضو من القماش، بس هي اكبر شوية بالنسبة للحجم، اكبر شوية. وحطيت برضو الفايبر وقفلتها زي ما انتم شايفين. بعد كده بحط الشمع وبحطها في نص الدايرة الأساسية بتاعتي اللي هي السي دي بالشكل ده، بثبتها كويس جدا بالشكل ده. بعد كده انا الفكره ان انا عايزه اكون شكل ورده، يعني شكل ورده هيبقى شكله حلو جدا، وفي نفس الوقت سهله في التكوين. انا بقى حبيت ان انا اعمل مثلا منظر كده للورده دي. فجبت الفوم وقصيت على شكل فرع شجره بالشكل ده، سهل جدا اهو. ابدا ان انا اقص منها كذا واحده عشان احطها بالمنظر ده.
طبعا اختيار الالوان راجع ليكي على حسب الاوضه بتاعتك. لما بتحط على التسريحه هيبقى كمان شكلها حلو جدا وعمليه جدا. انا هقص طبعا كام واحده اهو بالشكل ده. هبدا ان انا الزقهم على حوالين الدايره دي، داير ما يدور كده هيديني في الاخر شكل حلو جدا للورده بتاعه الدبابيس. انا بسميها ورده الدبابيس. وادي كده شكلها النهائي بعد ما خلصت. شكلها طبعا حلو جدا واتغير تماما عن مكان الدايره بس كده. بعد كده بجيب بقى الدواير بتاعتي الصغيره اللي انا برضو حاشياها بالفايبر، وابدا اكون بقيه الورده بتاعتي بالشكل ده. طبعا كله هلزقه بالشمع، وطبعا القماش يا جماعه بيمسك في بعضه برضو بالشمع، مش بيطلع بسهوله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا هي بتاخد معايا وقت شويه، فبثبتها اكتر وبضغط عليها بحيث ان القماش يمسك في بعضه كويس جدا بالشكل ده، وابدا اظبطها. وهبدا احط واحده ورا واحده بحيث ان انا اكون الخمس كور دول حوالين الكوره الكبيره دي اللي في النص البرتقاني، عشان اكون ورده عندي شكلها حلو. بعد ما بثبتها كويس جدا ادي شكلها النهائي يا جماعه، بجد حلوه جدا وهي عمليه. هتقدري تحطي الدبابيس في اي مكان في الورده، يعني سواء في الاطراف بتاعه الورده دي او في النص زي ما تحبي. هتاخد لك جميع الانواع. حابه تقسمي مثلا في النص مثلا الدبابيس الطويله، في هنا الدبابيس القصيره، الدبابيس اللي هي اللي بمحبس بتتقفل. عندك طبعا دي وردة مكونة من 6 وحدات، تقدري تحطي فيهم اللي انت عايزاه، وهتلملك كمية كبيرة جدا من الدبابيس. زي ما انتم شايفين انا بثبتها بعد ما ثبتها من فوق، فببدأ طبعا اثبت كل 2 مع بعض من الجنب بحيث ان هي تبقى ماسكة كويس جدا في بعض ما تفكش. ادي شكلها النهائي. طبعا هنحط لها بقى شوية استراس كده وشوية حركات بحيث ان تديها برضو منظر جميل جدا وشيك على التسريحة. ادي الوردة بتاعتنا الجميلة بعد ما خلصت. وادي شوية دبابيس وهنجرب طبعا الدبابيس هي تحطها في النص هتبقى بالمنظر ده. هتاخد اكتر من كده بكتير يا جماعة، انا بحطها عندي على التسريحة بتاخد كمية كبيرة جدا. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وباي باي.